لو اللي قدامك بيلعب لك نايت الدي 4 ومش عارف تعمل ايه، تعال اقول لك المفروض تعمل ايه. اول لما يجي يلعب لك الدي 4 فانت هتلعب دي 5، فلما هو يلعب سي 4 هو كده لعب كوينز جامبت، فانت ساعتها هتلعب البوم بتاعتك في سكوير الاي 5، وبكده انت لعبت الالبن جامبت. فهو لما ياكل البدأ اللي موجود في الاي 5، فساعتها انت هتزق البدأ بتاعه، وهو هنا لو غلط وزق البدأ بتاعه في مربع الاي 3 على اساس انك انت لو اكلته وياكل الوزير بتاعك، فانت هنا مش هتاكله وهتجيب الفيل بتاعك في مربع البي 4 تعمل كش للملك ده. فهو هنا هيغطي بالفيل بتاعه، وساعتها انا هسيب له الفيل بتاعي واكل بدأ في بدأ. هو طبعا هياكل الفيل بتاعك، فساعتها انت هتكمل ببدأ في بدأ تاني. طبعا لو اكلك بالملك هيخسر الوزير بتاعه، فده مش منطقي، فهيطلع بالملك بتاعه هنا. وفي الحاله دي انت هتروح تاكل الحصان بتاعه وهترقي حصان عشان تبقى عامل كش للملك، عشان طبعا لما يجي ياكلك بالطابيه تنضم بالفيل بتاعك لمربع الجي 4 عامل كش للملك. فبالتالي لازم يمشي ويخسر الوزير بتاعه وتكسب النهايه دي. ولو مش مقتنع ان في حد ممكن يلعب في النهايه دي، فاكتر من 200,000 لاعب باحصائيات تشيز دوت كوم وقعوا في الفخ ده.